اهلا وسهلا في حلقه جديده، معاكم كريم اشرف. والنهارده هنتكلم بقى عن حاجه هتخص كل الناس، سواء انت بقى بتصور بتليفونك او بتصور بالكاميرا بتاعتك، وبعد ما تخلص تصوير بتعوز تعمل اديت للصور بتاعتك وبتحتاس ما بتعرفش تعمل اديت كويس. النهارده بقى انا هشرح البيزك اديتنج تولز اللي انت محتاجها عشان تطلع صور كويسه وتعمل اديت كويس. والكلام ده ريجاردلس عن نوعيه الاديتنج سوفت وير بتاعك. يعني لو انت بتعمل اديت على التليفون او بتعمل اديت على الكمبيوتر، البيزك تولز اللي انا هشرحها ديت موجوده في كل حته. فانت افهم معايا بس كل تول معناها ايه وبتعمل ايه، وساعتها انت تقدر تأدت في اي سوفت وير او في اي ابلكيشن انت عايزه. يلا بينا. طيب دلوقتي يا جماعه بقى انا هجيب صوره هشرح عليها، هناخد اوفر فيو، همشي كده سريعا على كل البيزك تولز بتاعتنا اللي احنا محتاجينها عشان نعمل فيها ادت. تمام. لو في بقى انت نقطه مش فاهمها قوي اكتبها لي في الكومنتس تحت عشان نشرحها من تاني. ولو في بارت من الاديتنج تولز ديت عايزنا نتوسع فيها اكتر ونتكلم فيها اكتر ونعمل لها حلقات منفصله، برضو عرفني، عشان انا يا دوبك هاخد كده اوفر فيو سريع على الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان تعرف تعمل اديت من اي حته وعلى اي سوفت وير. طيب كفايه بقى كلام ويلا بينا. طيب دلوقتي يا جماعه احنا هنبتدي الكلام باول حاجتين دي بيهمونا وليهم علاقه بالوايت بالانس. لو في اي حد مش عارف ايه الوايت بالانس، برضو يا ريت يضغط على اللينك اللي فوق دوت. انا عملت حلقه بتشرح الوايت بالانس والكالر تمبريتشر وازاي نعرف نظبطه. احنا عندنا التمبريتشر والتنت. التمبريتشر ديت ده الالوان بتاعه الصوره او درجه حراره الصوره، عندنا من البلو خالص تمام لغايه اليالو. طيب انا دلوقتي لو عندي صوره مش كولر كوركتد، فانا فرصتي ان انا اعمل لها كولر كوركشن عن طريق التمبريتشر. جميل. طبعا از لونج ان انا بصور رو ما فيهاش بقى كلام، احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا، لازم اكون بصور رو عشان يكون عندي فريدم اوف تشويس في كل الاديتنج ده. طيب فانا دلوقتي مثلا انا بصور صوره الغروب زي ما انتم شايفين، انا هحتاج او هحب ان درجه حراره الصوره تكون شويه مايله للاورنج. فانا ممكن اجي هنا في التمبريتشر اقوم جاي مزود شويه شويه. طبعا انا عملت ايه يا جماعه هنا؟ انا ممكن اخد البار ده اوديه يمين. جميل زي ما انتم شايفين الصوره ابتدت فعلا تبقى اورنجي اكتر. انا اعتقد ده سويت سبوت حلو قوي. لو انتوا خايفين تستعملوا البار ده جامد فالصوره تروح منكم يعني ناحيه انهي اتجاه، ممكن نعمل ايه؟ ندوس تكه على الرقم. تمام. وابتدي بالكيبورد زرار اللي هو الاب. ماشي. ابتدي ادوس فوق وهو بيطلع انكريمنتس بسيطه كده او بيطلع حبه حبه بصوت لو انت عايز تعمل موديفيكيشن بسيط يعني. anyways انا هروح دلوقتي بالبار بتاعي ناحيه الاورنج، واعتقد كده ممكن تكون مناسبه. جميل. التنت بقى يا جماعه ده different color selection ما بين الاخضر وعكسه البوربل. لو انا دلوقتي جيت صورت صوره فيها اوريدي اخضر زايد شويه، انا ممكن اعمل elimination واشيل الاخضر ده عن طريق ان انا اخد البار بتاعي واوديه ناحيه البوربل. يعني تعالى نفترض ان الصوره دي فيها اخضر، لو انا وديته ناحيه البنفسجي ماشي كده الخضر ده هيروح. طب لو صوره هي كوركتد مش مايله للاخضر او مش مايله للبوربل، ساعتها انت ممكن تعمل اد للكولر وده بيدي ستايلستيك. يعني زي ما انتم شايفين انا دلوقتي الكادر ما كانش فيه بيربل، لما جيت سويت البيربل فيه برضو ادى شكل لطيف جدا، وده حاجه على حسب الستايل اللي انت بتطمح له بقى. فانا عجباني كده. طيب يبقى احنا كده خلصنا التمبريتشر والتنت، ده الجزء بتاع الوايت بالانس. نخش على الجزء اللي وراه. اول حاجه عندي الاكسبوجر. الاكسبوجر ده يعني تعريض السنسور للاضاءه، ده الف ب بقى من الاخر كده. الاكسبوجر ده بيقول لي يا اما الصوره بتاعتك فاتحه جدا يا اما غامقه جدا يا اما مظبوطه. فلو انت مثلا صورت صوره كانت شويه اغمق من العادي وعايز تفتحها، الاكسبوجر ده هو صديقك المفضل. فتعالى نفترض ان الصوره ديت غامقه شويه، لو انا رحت ناحيه اليمين هتبتدي تفتح، ولو انا رحت ناحيه الشمال هتبتدي تغمق. طيب انا في الصوره دي مش هستعمل الاكسبوجر، وهقول لكم ليه. لان انا الى حد ما مواظب الداينامكس بتاعي ما بين الهايلايتس والشادوز، وهنتكلم دلوقتي. تاني حاجه الكونتراست. الكونتراست يعني ايه؟ كونتراست يعني علاقه ما بين الاسود والابيض. كل ما بزود الكونتراست تمام كل ما بخليها الصوره بيسموها بانشي او كونتراست. يعني ايه؟ الابيض والاسود مشدودين قوي عن بعض، مش فلات مش بيل، لا. يعني انا زي ما انتم شايفين بصوا هنلاقي ان السماء والسحاب ناحيه الابيض، وهنلاقي ان الصخر ده ناحيه الاسود. لما اجي ازود الكونتراست دلوقتي هلاقي الابيض زاد اكتر والاسود زاد اكتر، يعني الاسود اسود والابيض بقى ابيض اكتر، فبالتالي الصوره بتبقى كونتراستي. تعالوا نجرب كده. انا لو زودت البار اهو ناحيه اليمين بزود، خدتوا بالكم انا خليتها اكستريم عشان نشوف، لقينا ان شايفين الروكس بقت سودا ازاي مش باينه، مع انها في الاول كانت عامله كده.
بس كل ما بزود الكونتراست الاسود اللي فيها بيزداد لون الاسود بتاعه، تمام. وفي نفس الوقت الشمس اللي هي كانت واخده هايلايتس وبيضه زادت، فكل ما بزود الكونتراست بزود العلاقه ما بين الابيض والاسود. طيب ده كده بالنسبه للكونتراست، انا برضو مش هلمسه دلوقتي. نخش على الجانب اللي بعديهم بقى، واحنا عندنا الهايلايتس، الشادوز، الوايتس والبلاكس، وهم برضو قريبين شويه من بعض. طيب انا الصوره بتبقى منقسمه عندي بيزك يعني هايلايتس وشادوز. هايلايتس الاجزاء اللي بتبقى فيها ابيض كتير، والشادوز اللي لما النور بيضرب على حته في شادوز بتتكريت ورا الاوبجكت ده، صح كده؟ طيب في الحاله ديت انا عندي الهايلايتس بتاعتي فين؟ في السماء والسحاب والشمس، دي الهايلايتس. يوجوالي لما تكون مصور صوره زي كده انت عايز تميك شور ان الهايلايتس بتاعتك مش محروقه، ففي الصوره ديت انا عندي الشمس والسحاب. بصوا يا جماعه الجانب ده الى حد ما ابيض زاد عن اللزوم، الهايلايتس هتخليني اعالج الجانب ده، فانا هاخد الهايلايتس بتاعتي واوديها ناحيه الشمال، اقلل الهايلايتس. انا كده بقلل الهايلايتس، مش كده الصوره بقت احسن شويه؟ ابتدينا نشوف السحاب والشمس. بصوا البيفور ده، البيفور ده الافتر، يعني اوتوماتيكلي الصوره بقت احسن اصلا. طيب تاني حاجه عندنا، تاني جزء هو الشادوز. في الصوره دي الشادوز بتاعي هو الجزء بتاع الصخور، زي ما انتم شايفين هو مظلم والشمس ضربه في اجزاء، فبالتالي مكريته شادوز في الحتت دي، يعني الشمس ضربت هنا وكريتت شادوز هنا. طيب انا الهدف بتاعي ان انا ابرينج الانفورميشن ديت واخلي الشادوز واضحه شويه، ولو انت مصور رو للمره الالف تعرف تعمل كده. طيب هاجي عند البار بتاع الشادوز واقوم جاي مطلعه لقدام بقى، عكس الهايلايتس مطلعه لقدام، تبتدي الصوره توضح معايا. انا كده لسه ما عملتش اي حاجه واوريدي الصوره بقت احسن كتير. بصوا يا جماعه البيفور وده الافتر، يعني بقت تحفه. انت اول ما بتاخد لو انت بقى بتصور لاندسكيبس او صور فيها دايناميك رينج عالي، تمام كده، اول ما بتاخد بس الهايلايتس تحت والشادوز فوق، اول ما تبين الهايلايتس وتبين الشادوز اوريدي الصوره بقت احسن، بس الصوره بقت شويه فلات مش كونتراستي. ساعتها بقى نيجي في الوايتس والبلاكس، طبعا دول على حسب البريفرنس بتاعك. انا في الصوره ديت هعمل ايه؟ هو الوايتس بكل بساطه بيلعب على الوايتس في الصوره ويقويها او يضعفها، والبلاكس نفس الكلام. انا في الصوره ديت هخلي الكونتراست احسن عن طريق ان انا اخد الوايتس لقدام ازودها يعني، تمام، واخد البلاكس ازودها برضو وانسينويت البلاكس اكتر، ان انا ارجع البار لورا. هديكم بقى تريكه تعملوها عشان ما تحرقوش الابيض او ما تحرقوش الاسود برضو. لما تيجوا تشتغلوا على الوايتس والبلاكس في الكمبيوتر بتاعكم، لو انتوا ويندوز اضغطوا على الت، تمام، ولو انتوا ماك اضغطوا على اوبشن، وبعدين حركوا البار بتاع الوايت او بتاع البلاك. لو انا هستخدم الوايت دلوقتي، بصوا بقى اول ما اضغط عليه السرعه تسود، وهفضل ازود الوايتس لغايه ما الاقي ابيض طلع لي في الصوره. الابيض ده معناه بيقول لك ان في حتت كده ابتدت تتحرق. لو تاخدوا بالكم الحته دي هي الشمس، فانا بعمل ايه؟ مزود الوايتس قبل ما الاقي ابيض بيطلع لي في الصوره بالظبط كده، فانا كده زودت الوايتس من غير ما احرق الشمس. نفس الفكره في البلاكس، اروح اضغط الالت لو انا ويندوز او اوبشن لو انا ماك على البار بتاع البلاك، وقوم جاي محركه ناحيه الشمال مزوده بقى. اول ما عملت ناحيه الشمال طلع لي حاجات اسود، ده معناه ان بيقول لي ان في شويه انفورميشن لونها اسود ابتدت تسود وتروح منك خالص بقى، فانت ما تزودش قوي. فانا زودت حاجه بسيطه كده، اوكي. ده بالنسبه للوايتس والبلاكس. نخش بقى على حاجه اسمها البريزنس انيويز، يعني التكستشر او الكلاريتي، ماشي. التكستشر ده يا جماعه هو مسؤول عن التفاصيل بتاعه الصوره. فانا هديكم بقى مثال من غير ما اتكلم هيوضح لكم في الصوره. انا الصوره ديت فيها صخر وفيها ديتيلز كتير، لما اجي اقرب منها، تمام، بصوا لو زودت التكستشر ايه اللي هيحصل؟ كل ديتيل وتفصيله في الصوره بقت اقوى. يوجوالي يعني التكستشر ده يا جماعه تستخدموه لو انت بتصور حاجه زي لاندسكيب، بتصور بعض البرودكتس، بيفرق معاك جدا لان هو كل تفاصيل اللي في الصوره بيخليها واضحه، عكس ما انا لو رجعته الناحيه الثانيه خالص، بصوا كأنها ممسوحه، كأنك انت عارفين انتوا الفلترز بتاعت البيوتي فلترز اللي هي بتقعد تمسح اي تكستشر على الجلد عشان يبان سوفت، فالتكستشر دي مهتمه بالسوفتنس وتفاصيل الصوره او تفاصيل الانفورميشن اللي موجوده في الصوره ايا كان هي ايه بقى. فانا مثلا حاجه زي كده انا بصور منظر طبيعي فيه صخور وفيه سحاب، هحب ان انا ازود التكستشر كويس جدا كمان، فانا هخليه كده مثلا 52. لو انتوا تاخدوا بالكم السحاب ابتدت تبان تفاصيله، ماشي، ونفس الكلام في الصخر.
طيب بالنسبه بقى كلاريتي، اوكي الكلاريتي دي زيها برضو شبيهه بالتكستشر، بتزود الكونتراست في الاوبجكت، بتحسن التفاصيل بتاعه الديتيلز والانفورميشن الموجوده عندك في الصوره، شبيهه قوي بالتكستشر. خليني برضو اوريكم، لو احنا هنعمل زوم ان دلوقتي على الصخور بتاعتنا وجيت ازود الكلاريتي بشكل كبير، بصوا اللي هيحصل، بقت برضو الديتيلز اوضح وبقت الكونتراست زايد. بس الكلاريتي شويه بتفرق عن التكستشر بشكل بسيط، ان هي لما بتزيد بتاخد معاها اللوميننس والساتيوريشن بتاعت الصوره الى حد ما. لما باجي ازود الكلاريتي هنا الساتيوريشن شويه بيزيد، هم قريبين من بعض، يعني انت ممكن تستخدمهم الى حد ما نفس الاستخدام. اي صوره يا جماعه ابتدوا روحوا بالبار يمين وشمال، قللوا وزودوا، تمام، وشوف ده بيأفكت الصوره عليك ازاي. انا دلوقتي في منظر طبيعي عايز الديتيلز بتاعت الصخور بتاعتي تبان، السحاب يبان، انا الستايل بتاعي بحب الصوره تبقى شويه كونتراستي اكتر، فهزود الكلاريتي بس مش هزودها قوي، لان في الاول وفي الاخر برضو البحر مش عايزه يكون شديد، ما تبقاش الصوره كلها تحسها يعني لو لمستها تعورك، لا يبقى برضو الوسطيه احيانا بيبقى احسن. فانا هزود الكلاريتي بتاعتي شويه بالمنظر ده. اوكي نخش بقى على الجانب الاخر، هو الفايبرنس والساتيوريشن. الفايبرنس والساتيوريشن هم برضو بيلعبوا على الالوان وتقويه الالوان، تمام، تشبع اللون او تشبع الاوبجكت باللون بتاعه. طيب انا دلوقتي لو جيت على الساتيوريشن الاول، ماشي، الساتيوريشن ده لو زودناه، شوف بصوا لون الصخور هيحصل فيه ايه، الاورنج بقى متشبع باللون بتاعه، بقى اورنج جدا. اوكي ده الساتيوريشن زي ما انتم شايفين، دي كانت الصوره الطبيعيه، ولما زودنا الساتيوريشن جامد بقت الاورنج فيري اورنجي، او من الاخر كده كل لون بيتشبع بلونه قوي. لما بتيجي تزود الساتيوريشن هنا بيأثر على كل الوان الصوره. الفايبرنس نفس الكلام، بس شويه بيأثر على الالوان اللي مش 100% ظاهره، تمام. فانا لو زودت الفايبرنس هنلاقي مثلا ان البيربل هنا زاد، لو ناخد بالنا نرجعه تاني، لو زودنا الفايبرنس البيربل هنا زاد، مع ان اللون السيجنيفيكانت هو الاورنج، بس الساتيوريشن بيلعب على الالوان الزهره، الفايبرنس بيلعب شويه على الميد تونز اللي موجوده في الصوره، تمام. فاللي هيستخدم التو تولز دول ياخد باله منهم، عشان الى حد ما هيغيروا شكل الصوره قوي، ممكن تقلب منك تبقى صوره كرتونيه. فما تزودش الساتيوريشن والفايبرنس بشكل كبير، على حسب برضو انت حابب تخلي الصوره عامله ازاي. فانا ممكن هنا هزود الساتيوريشن شويه صغيرين. طيب نخش بقى على حاجه اسمها التون كيرف، والتون كيرف ده هو الى حد ما بقى اللي بيتحكم بالكونتراست بتاع الصوره، بس بشكل تفصيلي عن البار بتاع الكونتراست اللي لوحده ده. دلوقتي انت بيقسم لك الصوره على اكتر من منظر او على اكتر من حاجه. اول حاجه انت عندك الشادوز بتاعتك، عندك الداركس، تمام، عندك اللايتس، وعندك الهايلايتس، ماشي. هو مقسم على يعني مقسم اي صوره بيبقى فيها الاربع حاجات دول، الشادوز بتاعتك، والحاجات الغامقه شويه، الحاجات الفاتحه شويه، والحاجات الهايلايتس. يعني في الصوره مثلا ديت الهايلايت ممكن يبقى هو الشمس، افتح حاجه في الصوره ده الهايلايت، تمام. اللايتس بتاعتنا ممكن يكون حاجه زي البحر، اوكي. الداركس بتاعتنا ممكن تكون حاجه زي الفور جراوند بتاعتنا كلها لو هي الصخريات ديت. الشادوز تكون حاجه زي دي، البورت اللي هو فيه هنا شادو نازل من الصخر نفسه. فهنا بيتيح لي ان انا استخدم واعمل اديت لكل جزء من الصوره، وده بيديك الفريدم بقى في الاديت فعلا. فده احسن من انت تستخدم البار بتاع الكونتراست. عشان كده جيت قلت لك هنسيب الكونتراست دلوقتي وهنرجع له تاني بس بشكل مختلف. طيب بنعمل ايه عشان لو عايزين نطلع صوره كونتراستي؟ بنعمل حاجه اسمها بيسموها الاس كيرف. ازاي بقى الاس كيرف ده بيتعمل؟ بتيجي عند الداركس وتاخد النقطه بتاعتك وتنزلها تحت سنه، ولاحظوا بقى اللي هيحصل في الصوره، اوتوماتيكلي كل جزء بتاع الصخر ابتدى يغمق اكتر وياخد الكونتراست بتاعه. هاجي عند اللايتس وركزوا بقى في السما برضو والبحر، ايه اللي هيحصل؟ هزود اللايتس بتاعتي شويه، اوكي. هروح ناحيه الهايلايتس ازودها سنه بسيطه، لان دي مرتبطه بالشمس، انا مش عايز احرقها، عايز ستيل لما حد يجي يعمل زوم ان على الصوره في الجزء ده يلاقي التفاصيل. فانا يا دوبك هزود الهايلايتس بتاعتي سنه، وبكده اكون انا كريت الاس كيرف. زي ما انتم شايفين يا جماعه هو واخد حرف الاس. مش عارف انتوا واضح لكم الديفرنس، بس خليني اوريكم البيفور قبل ما نعمل اديت للحته دي. بس الصوره كانت كده، ولما عملنا الاس كيرف بقت كده، بقت كونتراستي اكتر وبقت احلى. خلينا نرجع يا جماعه، ده البيفور اصلا بتاع الصوره وده الافتر.
احنا لغايه دلوقتي لسه برضو ما كملناش الادت للاخر. نخش على السكشن اللي وراه وهو ال HSL او الكولر. ده بكل بساطه احنا عندنا حاجه اسمها هيو، حاجه اسمها ساتيوريشن، حاجه اسمها لوميننس. سريعا كده طيب الهيو بقى ده يا جماعه بكل بساطه احنا عندنا الالوان الاساسيه بتاعتنا ودرجه تحويلها من اللون بتاعها للون تاني اللي جنبها. جميل. فاحنا لو هنتكلم مثلا على الاحمر فهو ممكن يبتدي من الاحمر لغايه الاورنج. فالبار ده لو انا جيت العب فيه فانا كده بلعب على اللون اللي موجود في الصوره وممكن احوله للون تاني. جميل. ده الهيو. فانا انت عندك الاحمر بيروح من الاحمر للاورنج، الاورنج بيروح من الاورنج لليالو اند سو اون بقى. فالهيو ده ممكن يغير لك اللون اللي موجود في الصوره عندك اصلا، فخد بالك برضو في استخدامه. تاني حاجه الساتيوريشن، زي ما قلنا فوق. الساتيوريشن ده درجه تشبع اللون باللون بتاعه، او تعالوا نقول درجه تشبع الاوبجكت باللون بتاعه. لما اجي ازود الساتيوريشن اللون ده بيتشبع اكتر. بس حلاوه بقى ان انا اظبط الساتيوريشن بتاعي من هنا ان انا عندي الالوان كلها متفصله. ففور اكزامبل انا عايز ازود الساتيوريشن بتاع الاورنج بس عشان انسينويت واحسن وضعيه السانسات اللي بيحصل هنا. ساعتها اروح عند الاورنج وازود الساتيوريشن بتاعه بس، واروح عند اليالو وازود الساتيوريشن بتاعه بس. يبقى انا كده ما اشتغلتش على الازرقات مثلا، ما اشتغلتش على البحر. عكس لما تيجي تزود الساتيوريشن من هنا ده بيأثر على كل الصوره. فخدوا بالكم برضو من النقطه دي. ده كده بالنسبه للساتيوريشن. اللوميننس هو بيأثر على البرايتنس بتاع الكالر. يعني انا لما اروح عند الاورنج وازود اللوميننس بتاعه يبقى انا بفتح درجه البرتقاني اللي في الصوره، وهكذا في كل الالوان. يبقى احنا عندنا الهيو ده درجه اللون اصلا، انت بتتحكم في اللون نفسه. عندنا الساتيوريشن تشبع الاوبجكت باللون بتاعه. عندنا اللوميننس البرايتنس بتاع الكالر نفسه. ففور اكزامبل مثلا انا عايز ابتدي اغمق او افتح السانسيت بتاعي، بصوا لما اروح على الاورنج وازود البار تبتدي تفتح، فشويه لما تفتح برضو تبتدي تفقد لونها. ممكن ابتدي اغمق الاورنج تبتدي تغمق and so on. فانا كده حسيت الموقف كده احسن او الصوره كده احسن. بصوا البيفور قبل ما نشتغل على الاتش سيل، وده الافتر، الوضع برضو بيتحسن. الكالر جريدنج بقى وده الجانب الثالث او الجانب اللي بعد الاتش سيل، ومش ممكن برضو يكون كله بيستخدمه. هو بيقسم لك الصوره للثلاث حاجات بتاعتنا، الهايلايت، الميد تون والشادوز، وبيقول لك تتحكم بدرجه اللون بتاعه كل بورت. فانا عندي صوره سانست، الهايلايت اغلبيتها لونها اورنج. انا ممكن احسن الموضوع ده اكتر واروح ناحيه الهايلايتس واخد البار بتاعي ناحيه الاورنج بالراحه كده، هتبتدي كل الهايلايتس تتحول لاورنج او تروح ناحيه الكالر ده. لو انا الشادوز الجانب اللي هو بتاع الصخر عايز اعمل بقى ايه كاونتر كالر كده، بحيث يعني لونين عكس بعض فيبقى كونتراستي، دايما الاورنج بيبقى قصاده بلو. ممكن او سيان مثلا او تيل. ممكن اروح ناحيه الشادوز واحركها ناحيه الشمال، تمام، فتبتدي تاخد الكالر تنت البلو. لو انتم مش واخدين بالكم ده البيفور وده الافتر. بصوا على الشادوز هنا واخده شويه كالر بلو، ده البيفور وده الافتر. ونفس الكلام ده البيفور بتاعنا وده الافتر لما انا وديتها ناحيه الاورنج اكتر. فالكالر جريد ده بيتحكم بالثلاثه بورتس بتاعه الصوره بتاعتك، وبرده تقدر تستخدمه بشكل ستايلستيك جدا. لو نزلنا على البورت اللي بعديه وهو بقى الديتيل، احنا بيبقى عندنا شاربنينج، تمام. يوجولي انت بتعوز تزود الشاربنس بتاع الصوره بتاعتك بس برضو ما يكونش بشكل كبير. فانا دلوقتي عندي 40، انا بحب دايما ازودها في الرينج بتاع حاجه و50. وبعدين نعمل حاجه بقى مهمه جدا، نيجي عند الماسكينج، تمام. لو انت بتستخدم ويندوز دوس على الت، لو انت بتستخدم ماك دوس على اوبشن، تمام، وبعدين دوس على الماسكينج. ايه اللي هيحصل بقى؟ سرعه ابيض. طول ما انت بتروح ناحيه اليمين وبتزود الماسكينج، كل جانب او كل جزء يا جماعه لونه ابيض في الصوره دلوقتي، ده اللي بيخلي الشاربنس موجود عليه. يعني لو هي كده الشاربنس اتوزع على كل الصوره. احيانا الصوره بتبان ديجيتالي اديتد ما بتبقاش حلوه. احسن حاجه ان انت تخلي الشاربنس معمول على الجوانب اللي انت عايزها. في حاجه زي كده انا هحب الشاربنس يكون حوالين الصخور اكتر وشويه من السحاب. بصوا بقى يا جماعه، لو دوست اوبشن او الت على الماسكينج ورحت يمين، كل جانب لونه ابيض الشاربنس تتوزع عليه. انا كده حابب ان فعلا الشاربنس تكون اكتر على الصخور. لو تاخدوا بالكم هي لونها ابيض اكتر من السحاب بس. فانا هسيب الماسكينج بتاعي على 65. انا كده ضمنت ان الشاربنس اللي انا زودته في الصوره راح اكتر ناحيه الصخور اكتر ما هو راح في الحتت ديت. لان انت لما تلاقي شاربنس موجود على سما فاضيه مثلا، يبقى كده الموضوع مش منطقي. انت كده عامل اديت والاديت بتاعك واضح في الصوره. واهم حاجه ان انت تعمل اديت بتاعك وما يكونش واضح في الصوره، تحس ان الصوره طبيعيه. وبكده يا جماعه برضو ما نكون خلصنا الاديت.
زي ما انتم شايفين دي الصوره الافتر من غير ما احنا نتعب كتير ومن غير ما نغير حاجات كتير. ده الافتر. بصوا يا جماعه البيفور يعني شتان، فرق السما والارض ما بين البيفور والافتر، ويا دوبك احنا بس حركنا كام سلايدر يمين وشمال. فالاديتنج ده شيء مهم جدا بيفرق في صورك، هو اكشلي فيز مهمه انت لازم تعتمد عليها، بس لازم قبل ما تحرك اي بار تكون عارف هو بيعمل ايه وهيأثر على الصوره بتاعتي ازاي. طيب هل الاديت اللي احنا عملناه ده اللي انت لازم تعمله؟ لا، انا بس بدي اكزامبلز كل حاجه بتعمل ايه وانا ممكن دلوقتي على الصوره دي استخدمها ازاي. بس مش كل حاجه هتشتغل على اي صوره انت بتصورها. انا صورت لاندسكيب كنت بعوز ازود مثلا كلاريتي والتكستشر، انت ممكن تصور مثلا حاجه زي بورتريت وما تعوزش تعمل الكلام ده، تعمل اكشلي الاوبوزيت عشان السكين يبقى سوفت. فخد بالك انت بتصور ايه وعلى اساسها اعمل اكسبيرمنتيشن وجرب وترايل اند ايرور وشوف ايه الستايل اللي ينفع معاك. لو في اي جانب بقى، انا دلوقتي شرحت سريعا، لو في اي جانب انت مش فاهمه يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس تحت، انا هشرحه لك من تاني. ولو في حاجه عايزين نديك ديب فيها اكتر قول لي ونعمل لها حلقه منفصله. انا بشتغل على اللايت روم، لو انت بتشتغل على اللايت روم وفي حاجه، اصل هو مليان تولز ومليان حاجات، يعني حاجات كتيره جدا ما اتكلمناش عنها طبعا اللي هو بحر. فلو انتوا عايزين نتكلم عن حاجات معينه تفصيليا انا بستخدمها ازاي، باديت ازاي، قولوا لي. لو انتوا عايزيني اعمل حلقات انا بجو ثرو اديتنج الفوتوز بتاعتي اللي بنزلها مفيش مشكله خالص، فانتوا عرفوني انتوا حابين ايه او ايه اللي ناقصكم وانا هتعامل وهرد عليكم فيه. اشوفكم في الحلقه الجايه يا جماعه ان شاء الله. السلام عليكم.